يا هلا. عادة الامتنان من العادات الجميلة جدا اللي أي حد فينا ممكن يتعلمها ويكتسبها بسهولة. ناس كتير قوي مننا بتيجي آخر السنة مش بتفتكر غير الحاجات الوحشة بس اللي مرت بيها، وبتقعد تقول قد ايه هي كانت سنة صعبة ومقرفة وسودة، وبيبقى فيه كلام مش لطيف أبدا، وبيبقى فيه إساءة أدب مع ربنا. بس لا، احنا لو جينا افتكرنا هنلاقي انه في حاجات كتير قوي حصلت هي كانت جميلة والحمد لله يا رب عليها. كون بقى ان انا اوثق واكتب الحاجات دي عندي، وان انا امارس الموضوع ده بشكل يومي لحد ما تتكون وتبقى عندي عادة، فدي حاجة من الحاجات التحفة جدا اللي بجد هتغير من كل حاجة حواليكوا. يعني انا بقيت امارس الموضوع ده من السنة اللي فاتت وفعلا غير فيا حاجات كتير قوي. بقيت بستشعر النعمة في اقل وابسط الحاجات اللي بتحصل لي في يومي وموجودة حواليا. بقيت أقول الحمد لله يا رب، أنا ممتنة للأكلة الجميلة اللي أكلتها النهاردة. أنا ممتنة لنعمة الصحة ولأن أنا قاعدة في بيت وإن أنا بشرب وباكل. ويا رب الحمد لله أنا كنت شطورة النهاردة في الموقف ده. أنا كافئت نفسي وممتنة لأن أنا كنت قوية وقدرت إن أنا أكمل وجبت لنفسي شوكولاتاية مثلا. الحمد لله أنا ممتنة للشخص الجميل اللي فرحني وكان بيدعمني وغير لي مودي. والحمد لله يا رب على نعمة الناس الجميلة اللي بتدعمني وواقفة في ضهري. الحمد لله يا رب. يعني حتى لو شكل السما بقى شكلها جميل وفي عصافير وفي زرع وفي حيوانات وفي يعني منظر عادي خالص، بس بحاول ان انا ادور فيه على حاجة شكلها حلو. يعني الناس العجوزة الكابلز الجمال دول، يعني الحمد لله أنا ممتنة لأن أنا شفتهم النهاردة وده غير من مودي. لو في حاجة حصلت مش لطيفة أو ما فرحتنيش بحاول إن أنا أخلق الجو ده وأخلق حاجة حلوة بحيث إنها تفرحني وأكون ممتنة ليها، وبقيت أقول الحمد لله يا رب أنا ممتنة لكذا وكذا وكذا. وبقيت بكتب ده بقى وبسجل كل ده عندي. عملت نوتة وبقيت بوثق فيها كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل في يومي، وبكتب فيها التاريخ، وبكتب بقى كل الحاجات الحلوة اللي حصلت في يومي. اليوم ده اتكتب عني مقال في جريدة الوطن، وانا مش كل يوم بيتكتب عني مقالات يعني، فده شيء فرحني قوي. فحبيت ان انا استغل الموضوع ده لان انا كنت مبسوطة، وحبيت ان انا اشير ده معاكم واقول لكم على العادة الجميلة دي اللي فعلا لو مارستوها هتفرق قوي في كل حاجة حواليكم، وانتوا هتشوفوا وهتحسوا بده. فاكتبوا التاريخ بتاع اليوم واكتبوا كل الحاجات البسيطة اللي استشعرتوا فيها انكم كنتوا مبسوطين وممتنين لربنا، وفعلا هتحسوا بالفرق. وبس كده، إلى اللقاء.